بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديدة. جبت لكم اليوم حاجة سهلة في التحضير واقتصادية تفرحوا بها عائلتكم. كيك رولي بكريمة الليمون، يجي بزاف بنين طري مشرب ومنعش. لمحبي ذوق الليمون غير جربوا هذه الوصفة، أكيد راح تعجبكم. كما عودتكم دائما راح تشوفوا القوام تاع الكيك رولي تاعنا كيفاش يجي. ما شاء الله، يعني الوصفة راهي ناجحة، وحتى الجينواز ناجحة 100%، وبطريقة ولا أسهل، يعني بدون تعقيدات. جبت لكم المقادير بالميزان وبالكاس حتى كامل البنات يجربوها. لما نبدأ وصفتنا أخواتي، إذا كنتوا أول مرة تزوروا قناتي مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس دائما يوصلكم الجديد. نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نديروا مع بعض الشربات ونخلوها تبرد على جهة. عندي نص كاس تاع سكر خاشن، كاس تاع ماء، شريحة ليمون، نحطوها على النار. كي تبدا تغلي نحسب عليها 5 دقائق ونطفي عليها. والكاس اللي راني نعبر به يرفد 220 مليلتر. من جهه واحده اخرى نستحقوا ربع حبات تاع البيض، جبتهم قبل مثل جا حوالي 10 دقائق حتى يولي يعني بدرجه حراره المطبخ. ما تديروش بارد لان الوصفه ما راح تنجح معاكم. هنايا فصلت الصفار عن البياض، هذا الصفار نستحقوه من بعد. بالنسبه للبيض درت له رشه تاع الملح ونطلعها مليح. هنا السرعه تاع الباتر مانيش مطلعتها بزاف، يعني راهي السرعه العاديه. ونستحقوا 120 غرام تاع سكر حبيبات. كي عبرتها بهذا الكاس تاع 220 مليلتر جاتني عند هذاك الخط كما راكم تشوفوا ما يعادل كاس الا ربع. الحبة تاع بيض راح يقابلها 30 غرام تاع فرينة و30 غرام تاع سكر. بما انه درنا ربع حبات تاع البيض فراح تكون الكمية تاع الفرينة 120 غرام والسكر كذلك 120 غرام. بقيت نضيف هذاك السكر على دفعات، ومن بعد زيت في السرعة تاع الباتر. خلطتها مليح حوالي 5 دقائق حتى يتشكل هذاك منقار العصفور. وكي تقلبوا هذا البول راح يبقى هذاك بياض البيض ثابت معكم، يعني ما راحش ينزل. في هذه المرحله نبقى نضيف في الصفار حبه بحبه. درت الصفار الاول نخلط مليح ونزيد الثاني حتى نكمل كامل الكميه تاع صفار البيض اللي عندي. هذاك صفار البيض اللي كان باقي لي في الطبسي نزلته كامل لانه المقادير راهي مضبوطه، هكا باش تنجح معنا الوصفه. من بعد راح نحرك دوره ولا اثنين بالباتر هذا مكان حتى يتجانسوا جميع المقادير جيدا. هذا هو القوام تاع الخليط اللي نتحصلوا عليه. درت مغرف صغيره تاع لافاني، استعملت تاع الميزان، وبما انه قاطعه بزاف درت نص مغرف صغيره فقط لانه كون كثرت تطلق لي هذيك البنه تاع المروريه. وهنايا الفرينه عندي 120 غرام، ما يعادل كاس ناقص غير شويه، ناقص واحد اسبوع هكاك، يعني بالكاس تاع 220 مليلتر. درتها على 4 دفعات، وطبعا نصفيها حتى تدخلها كميه كبيره تاع الهواء والجينواز تجيكم خفيفه. هنا راني نحرك غير بشويه كما راكم تشوفوا، ومن بعد سرحت لا فيديو حتى ما يجيكمش طويل وممل. نبقى نزيد في الفرينه تدريجيا مع التحريك كما راكم تشوفوا، تحركوها غير بشويه، انا فقط راني مسرعه لا فيديو. هنا ثبت هذاك ورق الزبدة بشوية تاع خليط من تحت حتى يساعدني في الخدمة. وبالنسبة للقياسات الصينية راح نخلي لكم هنايا مكتوبين في الفيديو. حطيت هذيك الكمية تاع الخليط ونعدلها بالكوبات حتى تجيني كامل على استواء واحد. دخلتها طيب على درجة حرارة متوسطة وشعلت المروحة. المدة تاع الطياب كانت 8 دقائق. بعد ما طابت راح نحطها مباشرة على الطرشونة اللي كنت شمختها وعصرتها مليح. ومن بعد نروليها. هنايا كانت شويه فات لها الطياب في الوسط لانه الكوشه تاعي طيب يعني في الوسط قويه بزاف، لكن من بعد قشرت هذيك الجهه كامل من الفوق. هنايا غادي نخدموا مع بعض الكريمه تاع الليمون، لكن من الاحسن تخدموها في الاول مع الشربات، في هذه المرحله تصيبوها بارده تخدموا بها مباشره.
انايا درت كاس تاع الحليب في كاسرونه يسخن مليح، ومن جهه واحده اخرى درت 2 مغارف كبار تاع سكر، صفار بيضاء مبشور، نص حبه تاع ليمونه، والعصير كذلك تاع نص حبه ليمون. الحجم تاع الليمونه استعملته متوسط، وعندي 2 مغارف كبار تاع نشاء الذره او المايزينا. نخلط مليح هاد المقادير حتى يتجانسوا. بعد ما يسخن هذاك الحليب ندير نصف الكميه على هذا الخليط، نخلط مليح، نعاود نرجعه في الكاسرونه. نحطها على نار متوسطة، ومع التحريك المستمر ما تحبسوش عليها كامل التحريك باه ما تتحرق لكمش من الاسفل، حتى تتشكل معكم هذيك الفقاعات وتعقد هذه الكريمه وتولي بهذا القوام. في هذه المرحله الكريمه تاع الليمون راهي واجده، تقدروا تزيدوا عليها مغرف صغيره تاع مارغرين، ومن بعد تفرغوها في الطبسي يكون واسع حتى تبرد مليح، ونغلفها من الفوقه بالبلاستيك. هنا خليتها بردت مليح نص ساعة، درتها في المجمد. نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع عصير الليمون و2 مغارف كبار تاع الحليب حتى نخففها وتولي بهذا القوام، يعني تساعدكم مليح من تبداو تضربوا فيها. نزيد عليها نص كاس تاع بودرة الشونتيي ونطلعها مليح حتى يتضاعف الحجم تاعها. تجي بزاف بنينه ومقاديرها راهي مضبوطه، ما تجيكمش فايته في الحلاوه ولا القروصيه تاع الليمون. وهذا هو القوام تاعها، راح نبدا نخدم بها مباشره. هنايا الرولي كنت خليته واحد نص ساعه حتى يدي هاد لافورم هذا الشكل. في هذه المرحله راح نشربه مليح بهذيك الشربات. هنا من الاحسن نخليه على نفس الاتجاه، انا رحت قلبته من بعد كي جيت نروليه تكسر لي شويه من الفوق، انا زعما قلبته باه يتشرب لي مليح هذيك الشربات. لكن نتوما خلوه على نفس الاتجاه اللي روليتوه عليه في الاول، فهمتوني البنات؟ هنايا ندير هذيك الكميه تاع الكريمه كامل اللي وجدناها مع بعض، وعدلتها مليح بالكوبات حتى تكون كامل على استواء واحد، ومن بعد نجي نروليه مليح. خليته في السربيته حتى يدي هذاك الشكل كما راكم تشوفوا البنات. شويه من الفوقه تكسر لي، لكن عادي جدا بالكريمه ما راحش يبان. لكن نتوما ما ديروش الغلطه اللي درتها انايا. غلفتها من الفوق بكريمه الليمون، عاود خدمت واحده اخرى بنفس المقادير اللي شاركتهم معكم، لكن ما درتلهاش الشونتي، وجات بزاف بنينه ومنيشه. هنايا كخطوه اخيره درت لها هاد العفسه بالورق الزبده حتى الشكل يجيني بزاف شباب ومتحوف. هذا هو الشكل تاعه. شوفوا البنات من لا فيديو راه يبان بزاف خفيف، جا ما شاء الله. بالنسبه للتزيين بقى اختياري، تقدروا ديروا سوبر كريم بالذوق تاع الليمون، لا تزينوه بالكاوكاو كما درت انا، والصراحه جا بزاف بنين. حمصته مليح من بعد طحنته وصفيته من هذاك الرقيق، يبقى غير هذا الخشين تزينوا به يعطيكم شكل شباب. وهذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوني بتطبيقاتكم. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على المشاهده. مبقى لي غير نخليكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.